نسمع كلمة من عزام لأنه ينتظر على الخط، وأتصور أن لديه ما يضيفه حول ذلك. عزام، أعود إليك. يعني أعتقد أن ضيفك من لندن قد ولد بالبارحة. يعني الإصلاحات تحدث عنها حزب البعث العربي الاشتراكي التي تنص اليوم منذ عام 2005 في المؤتمر القطري، لا أعرف أين كان، ربما كان في لندن مع بندر بن سلطان في اجتماعه مع عبد الحليم خدام، يعني لا أعرف. ولكن ما أريد قوله الآن أن هذه العصابات المندسة وهذه العصابات الإرهابية تلاحق وسيتم القضاء عليها، والشعب السوري بأكمله يطالب بالقضاء عليها والضرب عليها بيد من حديد. وأبشر ضيفك في لندن في الواقع بخسارتهم. يعني هذا كل ما لديكم. يعني أنا أستغرب. أقول له كلمة واحدة فقط وليتذكرها جيدا: سوريا ستبقى موحدة من أول حبة رمل على الشط إلى آخر حبة رمل في البكمال، وستبقى شوكة في عيونكم إلى الأبد إن شاء الله. والله سوريا بشار بس. طيب تفضل. يعني أظن الرد عليه ما يحتاج. يعني الآن طلع كل رائد الإصلاح هو حزب البعث، بينما الرئيس نفسه سرب إلى بعض الشخصيات أنه سينهي حكم الحزب الواحد. أنا أتمنى أن أسمع هذه الأصوات بعد أن ينتهي حكم الحزب الواحد. أين ستذهب وأين ستختفي؟ الحزب الواحد سينتهي. سوريا بعد 15 آذار لن تعود. سوريا بعد 15 آذار لن تعود إلى ما كانت عليه. توقفوا عن نهب هذه البلاد وسرقتها، توقفوا عن الحديث باسمها. هناك شارع الآن يستمع وهو شارع واعي، والشارع الآن نزل. الحكومة الآن لا تتعامل مع معارضة، الحكومة تتعامل مع شارع. تعاملوا مع هؤلاء الناس، تعاملوا مع الأطفال الذين قلعت أظافرهم في درعا، تعامل مع المعتقلين الذين أفرج عنهم من دوما وكان هناك آثار حروق على وجوههم. اذهب الآن وقل لرئاسة الجمهورية بأنها كانت مخطئة في أن تعطي مرتبة الشهداء لشهداء دوما. ما دام هذا الكلام الذي تقوله أنت، فاذهب وكلم رئيس الجمهورية وقل له إنه كان مخطئا وإن هؤلاء المندسين الذين كرمهم. عزام، كلمة أخيرة منك لأن هناك من ينتظر على الخط. أخي الكريم، أريد أن أقول لك شيء واحد ببساطة: هؤلاء المأجورين الذين يتحدثون من هنا أو هناك لا يؤثرون على أحد في الشارع السوري، ولا أحد يعيرهم أي اهتمام. من الذي يتظاهر يا عزام؟ عزام مش بالضرورة. عزام اسمعني، يعني حتى الآن في البرنامج لم تتجاوز ال 15 دقيقة، سمعت اتهامات بالتخوين، بالكذب، كل واحد يختلف مع الآخر، يتهمه بأنه إما غير سوري أو أنه خائن. المشكلة أن الموضوع ليس موضوع اختلاف بالرأي، المشكلة أن هناك أحد يريد أن يستهدف دولتك، كيانك، يريد أن يستهدف حياتك. هل أفتح له الأحضان وأقول له هيا لنتحاور؟ أحاوره ببندقيتي فقط. هذا الخائن الموجود لدي. هذا هو الحل يعني بالبندقية؟ الحل مع الخائن البندقية فقط، أما مع المعارض الشريف هو الحوار. هل هذا ما تقوم به قوات الأمن مع المتظاهرين بالبندقية؟ يا أخي، قوات الأمن تواجه بالصدر العاري. لماذا لا تصورون؟ لماذا لا تبعثون مراسلكم عساف عبود ليرى لأن الإعلام ممنوع التي تقتل بالصدر العاري؟ لأن ليس ممنوعا، بل هو تقصير منكم. الإعلام ممنوع يا عزام أولا، وثانيا التظاهرات التي تصل إلى الإنترنت هي أنا أسألك سؤالا واحدا فقط: لماذا لا تعتبرني أنا شاهد عيان مثلا؟ ما اعتبرك شاهد عيان. أنا من محافظة اللاذقية. أنا من محافظة اللاذقية. ألقينا القبض على مندسين ومن جنسيات عربية مختلفة وسلموا لقوى الأمن. قوى الأمن تواجه بالصدر العاري يا أخي. هنالك شهداء الذين سقطوا، كيف نفسر سقوط شهداء مثلا وقتل إن كانوا يمتلكون الأسلحة ومدججين بالأسلحة؟ عزام شكرا لك. عزام، ما رأيك؟ كيف تقرأ هذه الدعوة؟ يعني الآن الشعب السوري بدأ يدخل في مرحلة التصفية. هناك جرائم إنسانية تحدث، وأنت سمعت المتصل السابق يقول إن الحوار لا يوجد حوار إلا بالبندقية. ليس هناك في الشارع السوري من يتحدث بهذه اللغة إلا أجهزة الأمن. فأنا لا أعرف. لكي نكون يعني عادلين، هو لم يقل حوار، هو قال مع الخائن. هو يعتبر أنه يبدو على كلامه عم يعتبر نص الشعب السوري